السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشخص الذي قدامكم اسمه فاروق، مغترب في المملكة العربية السعودية، وهو من أبناء محافظة تعز. جاب عائلته وجاب أطفاله إلى السعودية، وكانوا عنده يعني مثل أي شخص يجيب عياله ويحب أنه عياله يعيشوا عنده في الغربة. فاروق قام بشنق نفسه داخل الغرفة، أقفل على نفسه الغرفة وشنق نفسه بكل أسف وانتقل إلى رحمة الله. حصلوا عنده رسالة بعدين كتبها هو في خط يده حسب الكلام طبعا اللي تكلموا فيه الشباب، وكتب فيها انها ضاقت عليه الحياة، يعني خلاص التزامات، ديون، مشاكل، ضغوطات، والبلاء لما تجيب عيالك وانت مش قادر تتحمل مسؤولية. نسأل الله ان يرحمه وان يغفر له، وقد انتهى يعني موضوع هذا، ما عاد فيش كلام ونقول كان او كان، ولكن ما فيش للأسف ما نقدر عاد نتكلم عليه ولا نقول عليه كلام شيء. لكن يا أخي الحلول بسيطة. أنت عيالك عندك مش قادر إنك تعيشهم معك، صح؟ مش قادر توفر لهم متطلباتهم، ترجعهم اليمن وتعيشهم يا أخي حتى ب500 ريال في قريتك، ترجعهم لين الجبل، لكن ما تفعل هذا الفعل يا أخي. أطفالك الحين كيف بيعيشوا؟ بناتك هذول اللي في هذول البناتك اللي جنبك يا أخي، ما فكرت كيف بيعيشوا بعدك؟ إيش الحياة اللي بيفكروا فيها؟ وبعدين هذه رسالة لكل المغترب يا أخي، في كثير بعدين في الحالة هذا في كثير منها موجودة في الغربة. مش معناته ان تضغط عليك زوجتك تقول لك لا ولا ولا، انت تقوم تتحمل كل الضغوطات والمشاكل والمصايب والكوارث، ويجيك الضغط والسكر والقولون والمعدة كله بسبب انك تخليهم عندك يا اخي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا اخي. انت تقدر وعندك امكانية وراتبك قادر يغطي الصرفيات ويغطي معك الامور، اهلا وسهلا. امورك ما تكفيش، امورك ما تغطيش، امورك ما تساعد، بلادك يا أخي تعزك يا أخي. رجعهم بلادك، رجعهم في بيتهم، رجعهم في أرضهم، وأنت تشتغل باللي تقدر عليه حتى 500 ريال يا أخي بالشهر. لكن تفعل هذا الموقف ما فيش لا أي مبرر نهائيا. ما أدريش أنا مش عارف إيش الضعف اللي دخل في قلوب الناس الآن. مهما كان ما توصلش نفسك إلى هذه المرحلة، لازم تفكر صح في الضغوطات إنها تشد على واحد، واللي يده في النار غير اللي يده في الماء. احنا بنتكلم بيكون علينا الكلام سهل، لكن مهما كانت الظروف يا أخي، مهما كانت الظروف، يعني تخيل تفعل هذا الفعل بالله عليك ليش؟ يعني نفس اللي سواها في عمران قبل أمس، اللي قتل أطفاله وقتل زوجته، وليش؟ وقال والله ظروفي المعيشية صعبة، وفلان وفلان. يا أخي والله ما تستاهل الأمور هذا. عيش يا أخي بالحاصل. أنت مش قادر تعيشهم في داخل بيت، خذ لك طربال واخرج في أي وادي واجلس أنت وعيالك، ولا إنك تعمل هذه الفعلة، لا يمكن، وغير مقبولة تماما، لا شرعا ولا واقعيا ولا في أي ملة إنك تقتل نفسك. يا أخي كيف بيعيشوا عيالك الآن بعدك؟ زوجتك كيف تعيش؟ كيف بيتصرفوا حياتهم الآن؟ إذا أنت كنت سند لهم حتى لو بدون فلوس، هم قابلين فيك، صدقني إن هم قابلين فيك حتى لو ما عندك ولا ريال. لكن إن أنت تكون في هذه الحالة، والله شيء مؤسف. وأعيد وأكرر الرسالة لكل شخص مغترب وجايب عياله، وتمكنك معليش وخلينا معاك، وإحنا والله جنبك، وإحنا يا حبيبي يا الله يرضى عليك. الأمور زي ما قلت لك، تقدر تغطي التكاليف براتبك الشهري وتجي آخر الشهر وانت ويا حبايب، أهلا وسهلا، هذا هو لها تمام. لكن إنه أنت تخليهم عندك ومتسلف من فلان ومتسلف من فلان، وهذا متدين منه، وصاحب الإيجار ما سددته، وصاحب الكهرباء عاد ما باقي مدري خلوه الشهر الثاني، ما ينفعش. والأمور ما هي كذا. لا تضغط على نفسك ولا تحمل نفسك إلا بما تستطيع فقط. أتمنى أنه يكون في وعي، ولا تصدق بعض النسوان هي تودي الواحد في 6 دقايق. مع احترامي لبعض النساء، للأمانة بعض النسوان ما يهمها إيش اللي بيجي على زوجها، إيش الديون اللي عليه، إيش الالتزامات، يهمها فلانة بتقول كيف جاء من السعودية، أو كيف خرج هذا من فلان، أو فلانة بتقول كيف أنا رجعت. كلام هذا غير مقبول تماما. فكروا بالعقل وبالمنطق،
واحد وراه التزامات وفي بلاد الناس وأشياء ما يمشي مثل الكلام. كل واحد وراه مصايب. لكن المهم دعواتكم لفاروق، وحسبنا الله ونعم الوكيل بس.